صباح الورد. الواحد صحي كده وانا بقلب كده في الريلز الصبح الواحد بيشوفها يعني. لقيت وقع قدامي فيديو كده من اول امبارح. يعني اقل ما يقال عنه انه قذر وقلة ادب وتطاول على مصر والمصريين من بعض السوريين اللي قاموا بمظاهرات في سوريا او في دمشق امبارح. يعني بقى ايه تهكما يعني على كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو كان بيزور الاكاديميه العسكريه اول امبارح الفجر، لما طلع قال لك انا مش هخاطر ولا هراهن على حياه اي مصري ان انا ادخل المساعدات بالقوه لغزه. طبعا انا يعني من الاخر يعني احنا احرار، احنا حرين، محدش يفرض علينا نعمل ايه وما نعملش ايه، دي النقطه الاولانيه. لكن انا هتكلم على التطاول اللي هم تطاولوا بيه. انت ازاي يجيلك الجرأة انك تتطاول على المصريين وتشتم المصريين، تقول لهم انتوا واقفين المعبر ليه، وتشتم رئيس الدوله المصريه وتقل ادبك عليه وتتطاول عليه؟ ده راجل محترم رفض يقول لفظ لاجئ سياسي. احنا عندنا في مصر اكتر من 5 مليون سوري، الراجل رفض من كتر ادبه واحترامه، ما قالش عليهم لاجئين سياسيين، لا ده قال لك عليهم ضيوف. عندنا 5 مليون ضيف سوري فوق راسنا، ليهم الرعايه الصحيه والرعايه التعليميه، واشتغلوا في وسطينا وعملوا فلوس وسطينا وعاشوا في امان في وسطينا. يا اخي ده المصريين اللي انت بتهاجمهم وبتشتمهم وتقل ادبك عليهم يا حساله، المصريين دول كانوا بيلموا تبرعات وبيجمعوها للأسر السورية اللي كانوا جايين هربا من جحيم بشار في الحرب في 2011 وجم مصر. وفي ناس من عندكم ناس مش محترمة خدوا الفلوس دي بدل ما يودوها لرعاية الأطفال والأرامل اللي موجودين في سوريا والناس المهجرة، لا خدوهم ودوهم للجماعات المتطرفة يعملوا فيها عمليات إرهابية ضد مصر والمصريين في سينا وفي غير سينا. الكلام ده احنا ما بننساهوش. انت ما حدش فيكم هيفرض علينا او يفرض على الدوله المصريه تعمل ايه، احنا اللي بنقوله وبنقرر. اما بقى عن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بيقول لك انا مش هخاطر بحياه المصريين، هو مش بيقول ان انا ضعيف ولا ان انا خايف من اسرائيل زي ما الرئيس بتاعكم طلع في الجمعيه العامه للامم المتحده قال انا ما اقدرش اعادي اسرائيل، وساب قوات اسرائيل تستبيح الارض بتاعتكم دلوقتي، بتتمشى على مشارف دمشق، بتخش القرى تفتش اهلها وتفتش الناس اللي موجودين فيها. انت بص حواليك، انا عايزك تبص حواليك يا لاجئ يا مواطن يا سوريا اللي عمال تتظاهر ضد مصر في سوريا. بص حواليك وشوف على مشارف دمشق القوات الاسرائيليه بتعمل ايه، وهي محتله اراضي من عندكم وبتوسع الرقعه اللي احتلتها من 67 لحد دلوقتي قبل ما تتكلم عن مصر. نرجع بقى لكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو ما كلامه بيقول ان انا مش هخاطر بحياه المصريين. عارف يعني ايه مش حياه المصريين؟ مش ان انا اخش في حرب او مواجهه مباشره مع اسرائيل، ده يا حبيبي ده بيتكلم على سواق الشاحنه ولا بتاع الخدمات الطبيه ولا بتوع الهلال الاحمر المصري، يخشى ان هو اي حد يتعرض لهم. عارف يعني ايه ان هو بيخاف على سواق التريلا ولا على المواطن اللي بيحمل البضاعه ولا بيحمل المساعدات اللي بيدخلها لغزه؟ يعني هو خايف على كل مواطن مصري. غيرنا مش بيخاف على حياتكم، يعني غيرنا احنا بقى غير المصريين ما بيخافوش على حياه الشعوب بتاعتهم وبيسيبوهم للمذبحه، بيسوقوهم للمذبحه في كل الاراضي اللي موجوده المحتله دلوقتي. فانت قبل ما تتكلم وتهاجم الدوله المصريه وتهاجم رئيس مصر لازم تبص حواليك. رئيسك اللي انت فرحان بيه وبتقول عمل وسوى طلع في الامم المتحده شكر جميع الدول، وشكر واحد من الرؤساء اللي جاب لكم مخيمات على الحدود مع اوروبا عشان يبتز بيكم اوروبا لمكاسب سياسيه، وسابكم في الجليد والصقيع بتاع الليالي اللي موجوده هناك في الحدود، وسابكم مرميين في الخيم. احنا ما عملناش كده مع الاخوه السوريين. فتكون النتيجه ان انت حضرتك تقعد تشتم المصريين وتهاجمهم وتهاجم الرئيس المصري عشان نرضي جناب سيادتك، مش انت اللي هتفرض علينا نعمل ايه، واحنا عارفين احنا بنعمل ايه كويس. فدي رساله بس كده حبيت اوصلها، يمكن حد من الناس اللي بتتابعني او بتشوفني يكون عنده رؤيه ويوصل يفهم الكلام ده او يفهم معانيه يعني.